ازاي ترجع الدوري المصري انه يكون اقوى دوري عربي بل ينافس دوريات عالمية؟ في اقتراحين للموضوع ده. رقم واحد والاقتراح الاولاني هو ان اندية الشركات دلوقتي مسيطرة بنسبة 80% على الدوري، وده ما ينفعش. احنا عايزين الاندية الجماهيرية تطلع عشان خاطر يبقى فيه تنافسية. رقم واحد الأندية الشركات تدفع فلوس أو رسوم مشاركتها في الدوري، والفلوس أو الرسوم دي تروح للأندية الجماهيرية، بحيث الأندية الجماهيرية يبقى معاها فلوس. وواحدة واحدة على السيناريو ده الأندية الجماهيرية هتبتدي تجيب صفقات وتبقى أقوى من أندية الشركات. غير كده المستثمرين هيقول لك طب وليه بدل ما استثمر في نادي شركات وهدفع فلوس مشاركة في الدوري، ما انا اروح استثمر في نادي جماهيري افضل لي، وعلى الاقل في جماهير بتدعمني، وعلى الاقل التاني انا ما بدفعش فلوس وخلاص. فكده انت بتشجع المستثمرين ان هم يستثمروا في الانديه الجماهيريه، وغير كده انت بتنهي انديه الشركات بس بواحده واحده وبتخلي المنافسه تزيد. رقم اتنين دمج الانديه مع بعض، زي كده الاسماعيلي يندمج مع بيراميدز، نادي شركات مع نادي جماهيري ويبقى مسمى نادي واحد زي ما حصل في اوروبا مع باريس سان جيرمان. يعني دي مش حاجه جديده، بس انا بفضل الاقتراح الاولاني عشان انت كده واحده واحده الموضوع هياخد سكه معاك، وبكده انت ممكن تدخل كاتحاد كوره واتحاد مصري فلوس لنفسك. ثاني حاجه انت بتدخل الانديه الشعبيه فلوس وبترجع منافسه الدوري مره تانية.